وفي هذا الفيديو هذا غادي نوجد معاكم واحد لاله مولاتي البسبوسه كتجي اكثر من رائعه بنكهه زوينه بزاف، رطبه هشيشه كما كتشوفوا معايا في الفيديو. وقبل ما نشوفوا مكونات وطريقه التحضير، ما نساوش اخواتي نصليو على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وغادي نحتاجو لواحد الحبه ديال البيض يكون الحجم ديالها كبير، واحد شويه ديال الملح، واحد 7 غرام ديال الفاني. بالنسبه للبيضه ضروري ما تكون بدرجه حراره الغرفه. نص كاس فقط ديال السكر سنيده لان باقي غادي نسقيوها. وخلطنا المكونات مزيان كما كتشوفوا معايا حتى بياض الخليط. من بعد غادي نضيف كاس قل ربع كما كتشوفوا معايا ديال الزيت، وغادي نعاود نخلط المكونات مزيان باش ما يجيكمش الخليط مزيت. من بعد ما خلطت مزيان غادي نضيف واحد الكاس ديال الحليب اللي كيكون بدرجه حراره الغرفه اولا المطبخ. وغادي نضيف واحد الحك ديال دانون بنكهه البنان، تقدروا تستعملوا حتى النكهه ديال الفاني. الوزن ديالو 110 غرام. وهنا كما كتشوفوا معايا ضفت 2 معالق ديال النشا اولا ديال مايزينا. ومن بعد غادي نضيف الفينو، غادي نضيف 2 كيسان ديال الفينو، ما يكونوش عامرين يعني ما يكونوش مقببين، 2 كيسان عاديين من الفينو. هنا غادي نجيب المول اللي غادي يدخل الفران، غادي ندهنو مزيان بالزبده، ومن بعد غادي نرشو بالسميده.
في هذه المرحله كما شفتوا معايا عاد ضفت زوج ديال الساشيات ديال الخماره، كل وحده فيها 7 غرام، المجموع هو 14 غرام. وكما شفتوا معايا انا حاولت انني ندهن المول بالزبده ورشيطو بالفينو، يعني حاولت انني نزرب باش الخليط ما يزيدش يشرب السوائل. من الاحسن والافضل انكم تدهنوا يعني المول في الاول وترشوه بالفينو، عاد توجدوا البسبوسه ديالكم صافي، وتكونوا حميتوا الفران من قبل وتدخلوها الطيب. بهذه الطريقه هذه ما تشرب لكمش السوائل وتجيكم خفيفه. بالنسبه للبسبوسه فانا طيبتها على 170 درجه. الفران يا اما الا سخنتوه من قبل ما غاديش تدي لكم واحد الوقت يعني بزاف في الطياب، الا كان الفران بارد فغادي تاخذ شويه ديال الوقت. المهم اون فوا كتبدا كتحمر من الجوانب وكتبدا كتطلعها الحموريه هكذا من الفوق، كتطفيو لها من التحت وكتشعلوا لها من الفوق، تاخذ واحد اللون كما كتشوفوا معايا زوين صافي وكتكون واجده. خليت البسبوسه يعني بردت مزيان. وبالنسبه للسيرو كما كتشوفوا معايا هنايا راه باقي حامي، وغادي نديرو مباشره من فوق البسبوسه. بالنسبه للسيرو ففيه كاس ونص ديال الماء، فيه نص كاس ديال سنيده، وفيه شرائح ديال الليمون. درتهم فوق من البوطه من بعد ما بداو يغلاو، خليتهم 5 ديال الدقائق صافي، وطفيت له البوطه وبديت كنسقي به البسبوسه وهو حامي، لان البسبوسه بارده. الا كانت البسبوسه باقيه سخونه فضروري من السيرو يكون بارد. وبالنسبه للتزيين فهو اختياري، انا غادي ندير هنايا نواه كوكو اولا الكوك كما كتشوفوا معايا، نوعيه جيده صافي، وزينت في الوسط بقطع ديال الليمون. وكيكون اخواتي هذا هو الشكل النهائي ديال البسبوسه اللي درت معكم هذا النهار. كتجي خفيفه وبنينه، وصراحه من اروع البسبوسات اللي جربت ديال الفينو. الا كنتوا اخواتي وصلتوا معايا حتى لهنا ما تنساوناش بواحد جيم الفيديو باش تشجعوا القناه وتشجعونا على المزيد من الوصفات. نخليكم مع بقيه الفيديو.